المقدمة: إن النفس تصطبغ بلون أفكارها. ماركوس أوريليوس. هل تأملت يوماً أن أعظم المعارك ليست تلك التي تخاض في ساحات بعيدة أو في ميادين الحروب، بل هي تلك التي تدور بهدوء خلف الأبواب المغلقة، في كلمة عابرة من صديق، أو في صمت ثقيل يسكن بين أفراد العائلة؟ تخيل أنك تشارك إنساناً قريباً منك فرحة صادقة، فتنتظر منه ابتسامة دافئة أو كلمة تشجيع، لكن ما يصلك ليس سوى ابتسامة باهتة أو جملة ملغومة بالشك أو شعور خفي بأن الأجواء تغيرت. شيئاً فشيئاً يبدأ يقينك بالتراجع، تنطفئ طاقتك الداخلية وتضعف ثقتك بنفسك، ثم تسأل نفسك: لماذا أشعر بهذا الثقل؟ لماذا يختفي السلام الذي كنت أعيشه؟ هنا يطل ما سماه الرواقيون الشياطين. ليست شياطين من عالم آخر، بل قوى خفية تتخفى في الوجوه المألوفة. إنها الحسد الذي يلبس ثوب النصيحة، إنها السخرية التي تتزين بغطاء المزاح، إنها الكلمات التي تبدو عادية لكنها تحمل سما بطيئا يتسرب إلى روحك. هذه القوى تعيش بيننا، في صديق يتظاهر بالحب لكنه يفرح لسقوطك، في قريب يزرع الشك في قراراتك، في إنسان لا يعرف إلا كيف يجرك إلى دوامة التذمر واليأس. الرواقيون رأوا أن الإنسان لا ينهار من الضربات الظاهرة بقدر ما ينهار من تلك الضربات الهادئة التي تتسرب إلى الداخل دون أن ينتبه. قال سينيكا: إن صحبة السيئين تترك في النفس أثراً أعظم من أثر السم. وما لم نكن واعين لهذه التأثيرات الخفية، سنفقد القدرة على التمييز بين أصواتنا الداخلية وأصوات الآخرين التي تسكن عقولنا بغير إذن. هذه الشياطين لا تقتحم حياتك فجأة، بل تزحف ببطء. تبدأ بملاحظة صغيرة، بنصيحة تبدو بريئة، بجملة تقولها لنفسك: ربما هو محق، ربما لا أستطيع. ثم تستيقظ بعد سنوات لتجد أنك أصبحت أسيراً لأفكار ليست لك، وأن ملامحك النفسية قد تشكلت بألوان لم تخترها أنت. لكن الخير أن الرواقيين لم يتركوا الإنسان بلا سلاح، بل قدموا دروساً حية تذكرنا أن الوعي هو الدرع الأول، وأن قوة العقل تكمن في قدرته على التمييز. فإذا عرفت كيف تكتشف هذه القوى المسمومة، استطعت أن تعيد لنفسك زمام السيطرة على أفكارك، على مشاعرك، وعلى أعز ما تملك: سلامك الداخلي. اليوم سنسير معا في رحلة فلسفية نتأمل فيها كيف يمكن أن نتعرف إلى هذه الشياطين المختبئة في ثنايا الصداقات والعلاقات العائلية، وكيف نكشف وجوهها المستترة خلف الكلمات، وكيف نبني لأنفسنا حصناً ذهنياً لا تخترقه سهام الحسد أو سهام التشكيك. وسوف نعرض 10 دروس عميقة من فلسفة الرواقيين، دروساً ليست مجرد أفكار نظرية، بل أدوات عملية تساعدك على حماية عقلك من الاستنزاف، وترشدك إلى أن تميز بين من يرفعك ومن يسرق نورك بصمت. إنها دعوة للتبصر، أن تتأمل في من حولك، وأن تسأل نفسك بصدق: أي الوجوه منحتها حق الدخول إلى قلبي؟ وأي الأصوات سمحت لها بأن تعيد تشكيل أفكاري؟ لأنك حين تملك الشجاعة لتطرح هذه الأسئلة، تبدأ أولى خطوات التحرر، وتعيد رسم طريقك نحو السلام والوضوح والقوة. 1. الوعي هو خط الدفاع الأول. كان ماركوس أوريليوس يقول: إن الحكمة تبدأ برؤية الأشياء كما هي. وهذه الجملة القصيرة تختصر سراً عظيماً في فهم الحياة والعلاقات. فمعظم الناس يعيشون غافلين، يتأثرون بالكلمات التي تلقى حولهم، بالأجواء التي تحيط بهم، بالمشاعر التي ينقلها الآخرون إليهم، من غير أن يسألوا أنفسهم: هل ما أشعر به الآن هو شعوري أنا حقاً؟ أم أنه انعكاس لما حمله الآخرون إلي؟ إن الوعي ليس رفاهية عقلية، بل هو سلاحك الأول أمام تلك الشياطين التي تتخفى في ثوب الأصدقاء أو الأقارب. حين تسمع كلمة محبطة، قد تظن أنها مجرد مزحة عابرة، لكن إذا لم تكن يقظاً فإنها تدخل إلى داخلك وتبدأ في تشكيل صورة جديدة عن نفسك. كلمة واحدة قد تزرع بذرة شك، والشك إذا سقي بالاهتمام نما حتى صار جداراً يحجبك عن ثقتك. هنا بالضبط يظهر معنى كلام أوريليوس. فالرؤية الواضحة ليست فقط أن ترى الأشخاص من حولك، بل أن ترى الأثر الذي يتركونه فيك. تأمل في هذا: كم مرة خرجت من لقاء مع شخص مقرب وأحسست بأنك مثقل أكثر مما دخلت؟ كم مرة شاركت فكرة أو حلما لتقابل بنظرة استهزاء أو جملة مثبطة جعلتك تعيد التفكير فيما كنت واثقا منه منذ قليل؟ هذا الشعور الذي يتسلل إليك ليس شعورك الأصيل، بل هو طاقة الآخر، وقد استقرت فيك من غير أن تنتبه. الرواقيون علمونا أن الإنسان لا يملك السيطرة على أفعال الآخرين، لكنه يملك السيطرة على وعيه.
أن تدرك أن الكلمة التي سمعتها لم تأتي من حقيقتك بل من مخاوف شخص آخر. أن تفهم أن القلق الذي شعرت به ليس وليد قناعتك بل ظل زرعه الآخر فيك. وحين تكتشف ذلك يتحول الوعي إلى درع يحميك من أن تتلون روحك بألوان ليست لك. الوعي هو أن تراقب نفسك لحظة بلحظة. هل هذا الصوت الداخلي الذي يشككني الآن هو صوتي حقا؟ أم أنه صدى لما قاله صديق قبل أيام؟ هل هذا الخوف الذي يقيدني هو تجربتي الخاصة أم أنه ميراث من أسرة اعتادت أن ترى الخطر في كل جديد؟ حين تطرح على نفسك هذه الأسئلة تبدأ في فصل ما هو لك عمن ليس لك، وتعيد إلى نفسك صفائها الأصلي. وقد قال سينيكا: من لم يعرف ما يتأثر به لا يعرف ما هو عليه. وهذه الحكمة العميقة تذكرنا أن أول خطوة نحو الحرية الحقيقية هي أن نميز بين أصواتنا الداخلية وبين ما ورثناه من الآخرين، لأنك إن لم تفعل ستجد نفسك تعيش حياة ليست حياتك، تتبنى أحلاما لم تخترها وتخشى مخاوف لم تزرعها. إن الوعي هنا ليس مجرد مراقبة بل هو فعل مقاومة، أن تقف في وجه التيار الخفي الذي يحاول أن يسحبك دون أن تدري، أن تقول لنفسك: هذه الكلمة لا تخصني، هذا الشعور ليس ملكي، هذه الفكرة لا تعبر عني. ومع الوقت يتقوى هذا الدرع حتى يصبح عادة الانتباه، عادة الملاحظة، عادة التمييز بين ذاتك الصافية وبين ما يلقى عليك من الخارج. لهذا قال الرواقيون إن الوعي هو خط الدفاع الأول، لأنه من دونه تصبح أرضك الداخلية مستباحة لكل تأثير. أما بوجوده فإنك تبني حول نفسك حصناً لا يخترق، حصناً يضمن أن تبقى أفكارك ملكاً لك، وأن يظل نورك مشعاً مهما حاولت الشياطين أن تطفئه. ثانياً، انتبه إلى الأنماط لا إلى اللحظات. قد يوجه إليك أحدهم تعليقاً جارحاً في لحظة غضب، فتراه أمراً عابراً ولا تعطيه اهتماماً كبيراً، وهذا طبيعي، فكل إنسان قد يزل لسانه أحياناً. لكن الخطر الحقيقي لا يكمن في تلك اللحظة المنفردة بل في التكرار الذي يشكل نمطاً ثابتاً. هنا يكمن الفرق بين حادثة عابرة وبين سلوك يترك أثراً طويل المدى في داخلك. الرواقيون كانوا شديدي الانتباه إلى هذا الأمر، فقد حذر سينيكا قائلاً: ما تسمح له أن يتكرر ستصبحه في النهاية. الكلمة التي تسمعها مرة قد تمر، لكن إن سمعتها 10 مرات فإنها تبدأ في الترسخ داخلك. شيئاً فشيئاً تصبح جزءاً من رؤيتك لذاتك حتى لو لم تكن تمثلك في الأصل. تأمل كيف يعمل النمط. شخص مقرب منك يخفي شكه فيك خلف قناع النصيحة. في كل مرة تشاركه حلماً أو قراراً يجيبك بكلمات تبدو حريصة لكن مضمونها مثبط: هل أنت متأكد؟ أخشى أن تفشل. ربما هذا ليس مناسباً لك. تسمعها مرة فتبتسم، تسمعها ثانية فتتجاهل، لكن مع التكرار يبدأ عقلك الباطن في امتصاصها. فجأة تجد نفسك مترددا فيما كنت يوما واثقا منه. هذا ليس وعيك الأصيل بل هو انعكاس للنمط الذي سمحت له أن يتكرر في حياتك. الوعي بالأنماط يعني أن تخرج خطوة إلى الوراء وتنظر إلى الصورة الكاملة. هل هذا الشخص يخطئ مرة واحدة أم أنه يعيد السلوك ذاته مراراً؟ هل الكلمة التي سمعتها انعكاس لحظة توتر أم أنها تعبير عن موقف ثابت تجاهك؟ هذه الملاحظة هي التي تميز بين العلاقات التي تستحق أن تحافظ عليها وتلك التي تستنزفك ببطء. وسر الخطورة أن الأنماط خفية تتسلل عبر الزمن، فالشخص الذي يكرر السخرية منك سيحول ضحكته إلى عادة حتى يصبح وجوده مرتبطاً في ذهنك بالنقص، والشخص الذي يردد التشاؤم سيجعلك ترى الحياة من منظاره المحدود حتى تظن أنه لا مجال للأمل. وهكذا تتحول الكلمات إلى قيود، والقيود إلى جدران، والجدران إلى سجن تبنيه بنفسك من غير وعي. هنا يتجلى جوهر الرواقية، أن تدرك أن اللحظة العارضة ليست هي ما يشكلك بل ما يتكرر. فإذا كنت تسمح بتكرار ما يضعفك فستضعف أنت، وإذا كنت تسمح بتكرار ما يقويك فستقوى. المعادلة بسيطة لكن كثيرا من الناس يغفلون عنها فيهملون العلامات الصغيرة حتى تصبح جبالا تسحقهم. لذلك تذكر أن حياتك هي حصيلة ما تسمح له أن يستمر لا ما يمر عابرا. النمط هو الذي يعيد تشكيل عقلك، وهو الذي يطبع روحك بلون جديد. تماما كما قال ماركوس أوريليوس: إن النفس تصطبغ بلون أفكارها. والسؤال الحقيقي الذي يجب أن تطرحه على نفسك: ما هي الألوان التي يتكرر حضورها في عالمي الداخلي؟ هل هي ألوان الثقة والشجاعة أم ألوان الخوف والشك؟
إذا وجدت أن العلاقة تحمل نمطاً سلبياً يتكرر، فاعلم أن التهاون فيه ليس تسامحاً بل استسلاماً بطيئاً. أما الوعي بالأنماط فهو الذي يمنحك القدرة على الاختيار، أن ترفض ما يضعفك وأن تسمح فقط لما يقويك بأن يعاد تكراره في حياتك. هكذا تصنع ذاتك بوعي، وهكذا تقيم سوراً يحميك من الشياطين التي تختبئ في التكرار أكثر مما تختبئ في اللحظات. ثالثاً، احمي طاقتك العاطفية. ليست كل يد تمد إليك تستحق أن تمسك بها، وليست كل نفس تقترب منك جديرة بأن تدخل إلى عالمك الداخلي. فالقلب ليس ساحة مفتوحة لكل عابر، بل هو موطن السلام الذي إن لم تحمه سلب منك من حيث لا تشعر. قال إبيكتيتوس: كلما قدرنا الأشياء الخارجة عن سيطرتنا قلت سيطرتنا على أنفسنا. وهذا القول يذكرنا بأن الانشغال المفرط بالناس، بمزاجهم، برأيهم، وبما يحملونه إلينا من طاقات سلبية أو هواجس شخصية يجعلنا أسرى لعالم خارجي لا نملك التحكم فيه. إن حماية طاقتك العاطفية تبدأ من هذه الفكرة، أن تدرك أنك لست مضطراً لأن تفتح أبوابك لكل ما يلقى عليك. هناك من يدخل حياتك محملاً بالهموم فلا يرى فيك إلا وعاء يفرغ فيه أثقاله، وهناك من يقترب منك لا ليضيف إلى روحك بل ليستنزفها شيئاً فشيئاً. إن لم تكن حذراً ستجد نفسك مثقلاً بمشاعر ليست لك، وتعيش قلقاً لم تولده أنت، وتحمل غضباً لم ينشأ من داخلك. هذه هي خطورة إهمال حراسة طاقتك العاطفية. الحماية هنا لا تعني القسوة أو الانعزال، بل تعني أن تكون واعياً لمن تعطي حق الدخول إلى قلبك، أن تميز بين من يرفعك بكلمة صادقة ومن يثقل كاهلك بسموم متكررة، أن تسأل نفسك: ماذا أشعر بعد لقائي بهذا الشخص؟ هل خرجت أكثر صفاء ونقاء أم خرجت أكثر اضطرابا وتشويشا؟ الرواقيون علمونا أن السعادة الحقيقية ليست في جمع العلاقات بل في حسن اختيارها. فالعلاقات السامة لا تسرق وقتك فقط بل تسرق نقائك الداخلي، تجعلك مشغولا بالرد على سلبية الآخرين بدلا من أن تلتفت إلى تنمية ذاتك. وما لم تضع حدودا ستذوب طاقتك كما يذوب الملح في الماء، حتى تستيقظ يوما وأنت فارغ بلا قوة. والحقيقة أن حراسة الطاقة العاطفية تبدأ من الداخل قبل الخارج، فأنت حين تدرك قيمتك لن تسمح لأي كلمة أن تحدد من تكون، وحين تدرك أن وقتك ثمين لن تهدره في الاستماع المتكرر للتذمر والشكاوى التي لا تنتهي، وحين تدرك أن سلامك أغلى من إرضاء الجميع ستتعلم قول لا بهدوء وثبات. وهنا يتجلى عمق الحكمة الرواقية: لا تعطي سيطرتك الداخلية لأحد، فإذا استمد فرحك أو حزنك من الخارج صرت عبداً للآخرين. أما إذا صرت سيداً لعالمك العاطفي فلن يملك أحد أن يسلبك طاقتك أو يطفئ نورك. لذلك اجعل قلبك كالحصن، مفتوحاً للخير، مغلقاً في وجه ما يضعفك. ولا تخلط بين التعاطف والاستنزاف، فالتعاطف أن تساعد من يحتاج دون أن تغرق معه، أما الاستنزاف فهو أن تسمح لنفسك أن تساق إلى دوامة لا نهاية لها. اسأل نفسك دائماً: ما الذي أسمح له بالدخول إلى داخلي؟ أهي كلمات تبني ثقتي أم كلمات تهدمها؟ أهي طاقات تدفعني نحو السلام أم طاقات تحرمني منه؟ لأن الجواب على هذه الأسئلة هو ما يحدد مصيرك العاطفي. فأعظم هدية تمنحها لنفسك هي أن تحمي طاقتك، أن تعرف أن سلامك ليس رفاهية بل هو أساس قدرتك على العيش بوعي وكرامة. وما لم تدرك ذلك ستبقى أبوابك مشرعة لرياح لا ترحم، بينما أنت وحدك المسؤول عن أن تغلقها بحكمة. 4. انتبه للحسد المتخفي في ثوب الدعم. قد يبدو لك الحسد أحيانا بعيدا عن أقرب الناس، لكن الواقع أنه يتسلل في أكثر اللحظات حميمية. إنه لا يظهر دائما في صورته الفجة، بل يرتدي قناع الدعم ويتزين بكلمات تشبه التشجيع، لكنها تحمل بين طياتها سما خفية. ترى ابتسامة مفتعلة عند إعلان نجاحك، أو تهنئة باردة لا تحمل حرارة الفرح، أو محاولة سريعة لتغيير مسار الحديث كي لا يبقى الضوء مسلطا عليك. هذه العلامات الصغيرة ليست صدفة، بل إشارات إلى غيرة تتخفى تحت ستار المودة. الرواقيون علمونا أن الصداقة الحقيقية ليست ساحة منافسة، بل هي شراكة في الخير. قال سينيكا: الصديق هو الذي يجعل الفضيلة أكثر ثباتا فينا. فالصديق الصادق يفرح لفرحك كما يفرح لنفسه، لأنه يرى في نجاحك امتدادا لمعنى الصداقة. أما الصديق الذي يذوب تحت وطأة الغيرة فهو لا يحتمل أن يراك تتقدم خطوة أبعد منه، فيلبس غيرته قناع الحذر أو النصيحة أو المزاح.
انتبه لهذه الصور: صديق تقول له إنك أنجزت هدفاً كبيراً، فيجيبك بابتسامة نصفها فرح ونصفها استنكار، ثم يضيف جملة تخفف من قيمة إنجازك: جيد، لكن ليس بالأمر العظيم. أو قريب تخبره عن فرصة جديدة في حياتك، فيتظاهر بالقلق عليك: أخشى أن ترهق نفسك، وهو في داخله لا يحتمل أن يراك تكسر القيود التي كبلته هو. هذه ليست كلمات عابرة، بل مرايا تعكس ما في صدورهم. والخطر في هذا الحسد المتخفي أنه لا يواجهك مواجهة صريحة، بل يتسلل إلى أعماقك عبر كلمات تبدو بريئة، فتجد نفسك تتردد: هل فعلا إنجازي صغير؟ هل حقا لا أستطيع الاستمرار؟ وهنا يقع السم في القلب. لهذا شدد الرواقيون على أن الصداقة الصادقة تحدد بثمارها: هل تقويك أم تضعفك؟ هل تشعل فيك الرغبة في السمو أم تطفئ جذوة طموحك؟ ماركوس أوريليوس كان يرى أن النفس تصطبغ بألوان ما حولها، فإذا أحطت نفسك بمن يفرح بك حقا صارت نفسك أكثر إشراقا، أما إذا أحطت نفسك بمن يخفي غصة في قلبه كلما رأى نجاحك ستجد أن روحه تلقي بظلالها على روحك. لذلك لا تقيس الحب بما يقال في العلن، بل بما ينعكس عليك من أثر داخلي. هل تشعر بخفة ونور حين تشارك إنجازك؟ أم تشعر بثقل وغصة لا تدري مصدرها؟ الحسد المتخفي يترك أثراً أشد من الحسد المعلن، لأنه يتزين بلباس العاطفة. لكن الحكمة أن تدرك أن الصداقة الحقيقية لا تشعرك أبداً بضرورة أن تخفي نجاحك أو أن تقلل من فرحك. الصديق الحق يشد على يدك لا على قلبك، يشجعك على المضي لا يزرع فيك الشك. لهذا اجعل ميزانك واضحاً: العلاقة التي تنقص من عزيمتك ليست دعماً بل قيداً، والصداقة التي لا تحتمل نورك ليست صداقة بل عبء. والرواقيون يذكروننا دائما أن الصديق الحق يحدد من أثره: إن صقلك وصار مرآة تريك أفضل ما فيك فهو صديق، وإن جعلك تتضاءل أمام نفسك فهو قيد مهما بدا قشوره جميلة. فالغيرة التي تتخفى في ثوب الدعم أخطر من العداء المعلن، لأنها تهدمك من الداخل وأنت تظن أنك محتض بالحب. وهنا تكمن ضرورة البصيرة، أن تميز بين من يصفق لك بصدق ومن يخفي في قلبه تصفيقا ساخرا لا يسمع إلا في أعماق روحه. 5. تميز المتذمر الدائم. هناك أشخاص لا يجدون راحتهم إلا في العاصفة، لا يأنسون بالسكينة ولا يطمئنون للهدوء، بل يعيشون على الشكوى، كأن التذمر هو هواؤهم الذي يتنفسونه. إنهم يضخمون كل مشكلة ويحولون كل موقف إلى مأساة، ويبحثون دائما عمن يشاركهم هذا المستنقع من السلبية. هؤلاء هم المتذمرون الدائمون، الذين إن لم تدرك حقيقتهم سيسحبونك إلى عالمهم شيئا فشيئا حتى تغرق معهم في دوامة لا تنتهي. سينيكا حذرنا من هذا النوع قائلا: لا تحمل أعباء الآخرين على نحو يغرقك. المقصود هنا أن مساندتك للآخر لا تعني أن تتحول إلى وعاء يجمع شكاواهم بلا نهاية، فالمساعدة لها حدود، أما الغرق في بؤسهم فهو فقدان لسلامك الداخلي. فالتعاطف فضيلة، لكن تحويله إلى استنزاف هو خطأ يدفع ثمنه قلبك أولا. المتذمر الدائم لا يبحث عن حل، بل يبحث عن شريك في الشكوى. يطرق بابك لا ليأخذ بنصيحتك، بل ليكرر أمامك قائمة همومه التي لا تتغير. في كل لقاء نفس العبارات، نفس التبريرات، نفس النظرة السوداوية إلى الحياة. قد تظن في البداية أنه يحتاج إلى دعمك، لكنك مع الوقت تكتشف أنه لا يريد الخروج من أزمته، بل يريدك أن تبقى معه فيها شاهداً على مأساته، مسجوناً في عالمه. وهنا تكمن الحكمة الرواقية، أن تفرق بين الدعم الذي ينقذ وبين الدعم الذي يغرق. فالرواقيون لا يدعوننا إلى القسوة أو الانعزال، بل إلى التوازن. ساعد من يريد أن يقف، لكن لا تعطي ظهرك لمن يصر أن يبقى على الأرض. مد يدك لمن يسعى إلى النجاة، لكن لا تسمح أن تسحب إلى قاع البحر مع من لا يملك أي نية في السباحة. ولعل أخطر ما يتركه المتذمر في حياتك أنه يلون نظرتك أنت. فحين تحيط نفسك بمن يرى العقبات فقط ستجد نفسك بعد فترة تميل إلى رؤية العالم بعينيه. كلماته تصبح كلماتك، مخاوفه تتحول إلى مخاوفك، ورؤيته المحدودة تبدأ تقزم أحلامك دون أن تشعر. وهذا ما قصده سينيكا حين نبه إلى أننا نكتسب من صفات من نجالسهم، سواء قصدنا ذلك أم لم نقصد. لهذا تأمل في علاقاتك واسأل نفسك: هل هذا الشخص يلهمني لأرى الحياة بوضوح أكبر، أم أنه يثقلني بأعباء لم أخترها؟ هل أخرج من لقائه وأنا أكثر عزيمة، أم أخرج أكثر يأسا وإرهاقا؟
الرواقيون يعلموننا أن الفضيلة الحقيقية ليست في أن ترضي الجميع، بل في أن تحافظ على صفاء نفسك. إن الإنصات المستمر للتذمر يجعلك أسيراً لعالم لم تصنعه، ويستهلك طاقتك التي كان يمكن أن تستثمر في البناء والتقدم. فإن وجدت نفسك أمام شخص لا يعرف سوى التذمر، فلتكن شجاعتك في أن تضع حدوداً واضحة. استمع لكن بقدر، ساعد لكن بحكمة. واذكر دائماً أن غرقك مع الغارقين لا ينقذهم، بل يفقدك أنت نفسك. إن التمييز بين من يستحق الدعم ومن يريد فقط صحبة في بؤسه ليس قسوة بل حكمة. فالحياة أقصر من أن تهدرها في الشكوى المستمرة، وأغلى من أن تعطيها لمن لا يرى في نورك سوى وسيلة لتبرير عتمته. السادس، تعرف على التلاعب من خلال الشك. التلاعب ليس دائما صريحا أو مباشرا، بل كثيرا ما يتسلل في ثوب النصيحة والحرص. يبدأ بكلمة تبدو بريئة: هل أنت متأكد؟ أو عبارة تحمل قناع المحبة: لا أريد أن أراك تفشل. للوهلة الأولى قد تراها اهتماما صادقا، لكن مع التكرار تتحول هذه العبارات إلى بذور شك تزرع في داخلك، ومع الوقت تنمو حتى تصبح جدارا يحجب ثقتك بنفسك. إبيكتيتوس يذكرنا بحقيقة عميقة حين قال: الشك الذي يأتيك من الآخرين هو انعكاس لمخاوفهم لا لحقيقتك. فكثير من الناس لا يتحدثون عنك بقدر ما يتحدثون عن أنفسهم. حين يحذرك شخص باستمرار من الفشل، فهو في الغالب يرى الحياة من منظار خوفه لا من منظار واقعك. مشكلته أنه لم يتجرأ على السعي، فيسقط مخاوفه عليك ليبرر صمته عن المحاولة. التلاعب بالشك خطير لأنه خفي، فهو لا يمنعك مباشرة، بل يجعلك تمنع نفسك بنفسك. كلمة صغيرة تجعلك تعيد النظر في قرار كنت قد حسمته. تعليق عابر يجعلك تتردد في خطوة كنت على وشك الإقدام عليها. وهكذا يصبح المتلاعب كمن يزرع بذوراً في أرضك، وأنت من يسقيها بقلقك حتى تثمر ضعفاً داخلياً. الرواقيون كانوا يدركون هذا الخطر، لذلك شددوا على ضرورة التمييز بين أفكارك الأصيلة وما يلقى عليك من الخارج. ماركوس أوريليوس كان يراجع يومياً أفكاره ليصفيها مما لا ينتمي إليه. وهذا ما تحتاج إليه أنت أيضاً، أن تسأل نفسك بصدق: هل هذا التردد لي أنا أم أنه انعكاس لكلمات غيري؟ ومن أساليب التلاعب بالشك أن يقدم بلباس المحبة. يقول لك أحدهم: أنا فقط أريد مصلحتك. لكن إذا كان هذا الحرص يعني أن تشكك في نفسك في كل مرة، فاعلم أنه ليس حرصاً بل قيداً. فالمحبة الحقيقية تقويك لا تضعفك، تشجعك على التجربة لا تخيفك من الطريق. أما من يزرع الشك باسم المحبة فهو لا يرى فيك سوى مرآة لضعفه هو. والخطر الأكبر أنك إن لم تنتبه ستصبح صوتهم الداخلي صوتك أنت. ستعيد كلماتهم في عقلك دون أن تدرك أنها ليست منك. ستسمع همساتهم في لحظة قرار. ربما هم على حق، ربما أنا لست قادراً. وهنا يفقد الإنسان أعظم ما يملك: ثقته بنفسه. إذن كيف تتعامل مع هذا النوع من التلاعب؟ أولاً، بالوعي. أن تدرك أن الشكوك التي تزرع فيك ليست انعكاساً لحقيقتك بل لقيود غيرك. ثانياً، بوضع حدود واضحة: استمع لكن لا تسلم، قيم لكن لا تتبنى. وثالثاً، بتقوية صوتك الداخلي عبر الممارسة اليومية للوضوح، بالتأمل والكتابة والتذكير الدائم بأنك أنت صاحب القرار في حياتك. الحياة مليئة بأصوات التشكيك، لكن الرواقيين يعلموننا أن القوة لا تكمن في إسكات كل الأصوات، بل في اختيار أي صوت نسمح له أن يسكن عقولنا. فالمتلاعب قد يحاول زرع بذرة الشك، لكنك لست مضطراً أن تسقيها. قد يحاول أن يثير خوفك، لكنك لست مجبراً أن تمنحه بيتاً في داخلك. تذكر أن الشك ليس دائماً عدواً، فهو قد ينبهك أحياناً إلى ما يحتاج إلى مراجعة، لكن حين يتحول إلى أداة تقييد متكررة يصبح مجرد وسيلة لإبقائك في مكانك. والوعي بهذا هو بداية التحرر. السابع، استمع إلى حكمة جسدك. الجسد ليس مجرد وعاء تسكن فيه الروح، بل هو رسول صادق يكشف لك ما قد يعجز العقل عن إدراكه. كثيرا ما يسبق الجسد الوعي في التحذير من الخطر أو في الإشارة إلى خلل في العلاقة. قد تشعر بتوتر غامض كلما جلست مع شخص معين، أو بثقل داخلي لا تفسير له حين يقترب منك، أو براحة عميقة عندما يبتعد عنك. هذه الإشارات ليست مصادفة، بل هي لغة الجسد التي ينبغي أن تتعلم الإنصات إليها. الرواقيون كانوا يدركون أن الحكمة لا تقوم فقط على التفكير المنطقي، بل أيضاً على الملاحظة الدقيقة.
قالوا إن الإنسان العاقل لا يكتفي بما يقال له، بل يتأمل فيما يشعر به وكيف يتأثر. فالعقل قد يخدعك بمبرراته، وقد يقنعك بأن العلاقة عابرة أو أن الكلمات لا تؤذيك، لكن جسدك لا يكذب. إنه يصرخ فيك من خلال شدة في صدرك، أو خفقان غير مبرر في قلبك، أو رغبة في الانسحاب من مكان لا يمنحك السلام. تأمل في حياتك، كم مرة تجاهلت إشارات جسدك لأنك أقنعت نفسك أنك تبالغ؟ كم مرة شعرت بالارتياح بعد مغادرة شخص مثقل بالطاقة السلبية، ثم عدت إليه بدافع المجاملة؟ هذه اللحظات تكشف أن جسدك كان أصدق من عقلك، وأن حكمتك تبدأ من الإصغاء له لا من تجاهله. ماركوس أوريليوس كان يذكر نفسه بأن الانسجام بين العقل والجسد جزء من الانسجام مع الطبيعة. فإذا كان جسدك يرفض حضوراً معيناً أو يشعرك بالضيق، فهذه ليست مجرد مشاعر عابرة، بل دليل على أن هناك خللاً في التوازن. والاستمرار في إنكار هذا الخلل لا ينتج إلا إنهاكاً داخلياً يجعلك أسيراً لعلاقات تستنزفك أكثر مما تبنيك. إن الاستماع لحكمة الجسد لا يعني أن نسقط أحكاماً سريعة على الآخرين، بل يعني أن نمنح أنفسنا فرصة للتأمل. إذا كان وجود شخص ما يجعلك في كل مرة أقل صفاءً، أكثر قلقاً، أضعف عزيمة، فهذا نمط ينبغي أن تأخذه بجدية. ليس المطلوب أن تعلن العداء، بل أن تدرك حدودك وتحمي سلامك. والحقيقة أن كثيراً من الشياطين التي تحدث عنها الرواقيون لا تكشف بالمنطق وحده، بل بالشعور المتكرر الذي لا يخدع، التوتر الذي يرافقك مع كل لقاء، الانقباض الذي يسكنك دون سبب ظاهر، أو التنفس العميق الذي يخرج منك تلقائياً عند رحيل شخص ما. كلها دلائل لا ينبغي أن تهمل. لقد شدد سينيكا على أن الحكيم هو الذي يعرف متى يتقدم ومتى يتراجع، ومتى يصغي لعقله ومتى يصغي لجسده، لأن الجسد مرآة صافية لا يزين الحقائق ولا يبرر الأكاذيب. فإذا كنت صادقاً في الإصغاء له، ستعرف من يستحق البقاء في حياتك ومن يجدر أن تقلل من حضوره. فالطريق إلى السلام الداخلي لا يمر عبر العقل وحده، بل عبر توازن بين الفكر والإحساس. والوعي الكامل يعني أن ترى بعين العقل وأن تسمع بأذن الجسد. فإذا اجتمع الاثنان، وازنت بين الحكمة والمنطق من جهة والحدس والإحساس من جهة أخرى، فلن تستطيع أي قوة خفية أن تضللك. لهذا حين يحدثك جسدك بلغة التوتر أو الراحة، لا تعتبره همساً عابراً، بل رسالة تحذير أو طمأنينة. فمن يهمل هذه الرسائل يعرض نفسه للاستنزاف، ومن يصغي إليها يضع أولى لبنات الحكمة الحقيقية التي رأى الرواقيون أنها فن المراقبة بقدر ما هي فن التفكير. 8. قوي حصنك الداخلي. الحياة مليئة بالعواصف، بعضها يأتي من الخارج في صورة أحداث ومصاعب، وبعضها يتسرب من الداخل في هيئة شكوك وأفكار مشوشة. لكن الرواقيين آمنوا أن الإنسان الذي يبني لنفسه حصناً داخلياً متيناً لن تزعزعه الرياح مهما اشتدت، ولن تغرقه الأمواج مهما علت. فالقوة الحقيقية ليست في الهروب من العواصف، بل في أن تمتلك داخل نفسك مركزاً ثابتاً لا يتأثر. ماركوس أوريليوس كان يمارس عادة يومية تقوم على تصفية أفكاره. كان يكتب لنفسه مذكرات يراجع فيها ما مر به، فيميز بين ما يخدم الفضيلة وما يشتته. هذا الفعل البسيط، التأمل والكتابة، هو ما سماه الرواقيون تنقية الداخل. لأن الإنسان إذا لم يصف ذهنه باستمرار، تراكمت فيه أفكار الآخرين، مخاوفهم وشكوكهم، حتى يضيع صوته الحقيقي وسط الضجيج. إن بناء حصنك الداخلي يعني أن تصبح سيداً على عالمك الباطن، أن تدرب نفسك على الانضباط، فلا تستجيب لكل استفزاز، ولا تركض خلف كل إغراء، ولا تسمح لكل كلمة أن تهدمك. الحصن هو العادات اليومية التي تقوي عقلك: التأمل، الكتابة، المحاسبة، الصمت الواعي. كل عادة من هذه العادات تضيف حجراً في جدارك الداخلي، حتى يصير من الصعب على أي مؤثر خارجي أن يخترقه. الرواقيون لم يروا الفضيلة مجرد أفكار تنظيرية، بل ممارسات يومية. فالانضباط في ضبط النفس، والصبر أمام الألم، والتواضع أمام النجاح، كل هذه هي أسلحة تحصن الداخل. لأن العقل الذي لم يدرب على مواجهة نفسه سيظل هشاً أمام الآخرين. تأمل في حياتك، كم مرة سمحت لكلمة ناقدة أن تحبطك أياماً، أو موقف عابر أن يطفئ حماسك؟ هذا يحدث لأن الحصن الداخلي لم يبنى بعد. أما حين يكون عقلك ثابتاً، فإنك تتعامل مع النقد بوعي، ومع الألم بصبر، ومع المدح بتوازن.
فلا تسرف في الفرح ولا تسرف في الحزن، بل تبقى في حالة من الاعتدال. سينيكا كان يقول: الإنسان القوي هو من لا تملك الأحداث أن تحمله حيث تشاء، بل هو من يقود نفسه حيث يشاء. وهذه هي صورة الحصن، أن تمسك بزمامك حين يحاول العالم أن يجرك، أن تختار ردود أفعالك بوعي بدلاً من أن تقاد إليها تلقائياً. ولعل أجمل ما في الحصن الداخلي أنه لا يعزلك عن الآخرين، بل يحميك لتبقى حاضراً بينهم دون أن تفقد ذاتك. فالانغلاق الكامل ليس حصناً بل هروب، أما القوة الحقيقية فهي أن تكون وسط العالم، تتعامل معه بحكمة، لكن دون أن تسمح له أن يقتحم داخلك. إن كل يوم يمر هو فرصة لإضافة لبنة جديدة في جدارك الداخلي، بالتأمل الصادق، بالكتابة التي تصفي الروح، وبالانضباط الذي يدربك على مقاومة الهوى والضعف. وحين تواظب على هذه الممارسات ستجد أنك صرت أكثر رسوخاً. الكلمات لم تعد تصيبك بسهولة، الأحداث لم تعد تكسرك، والناس لم يعودوا يملكون مفتاح سلامك. الحصن الداخلي ليس رفاهية، بل هو شرط الحرية. فمن لا يحمي عقله يظل عرضة لكل ريح عابرة، أما من بناه فقد امتلك القوة التي لا تهزها الأيام، قوة الاستقرار في عالم مضطرب. 9. اختر دائرتك بنية ووعي. الحياة لا تقاس فقط بما نفعله نحن، بل أيضاً بمن نحيط أنفسنا بهم. فالأشخاص الذين يشاركوننا أيامنا يتركون أثراً عميقاً في نفوسنا، سواء شعرنا بذلك أم لم نشعر. إن التأثير ليس دائماً مباشراً بالكلمات، بل هو طاقة مستمرة تنتقل عبر المرافقة اليومية. لهذا شدد سينيكا قائلاً: خالط من يجعلك إنساناً أفضل. إن الدائرة التي تختارها قد تكون جسراً يرفعك إلى قمم جديدة، أو قيداً يثبتك في مكانك. فالصديق الذي يشجعك، الذي يذكرك بقدرتك حين تنسى، هو امتداد لقوتك الداخلية. أما الصديق الذي يقلل من شأنك أو يشعرك أن طموحاتك مبالغ فيها، فهو يزرع فيك بذور الانكماش. ومع الوقت تصبح مثل من تجالس، إما أكبر مما كنت عليه أو أصغر بكثير مما أردت أن تكونه. الرواقيون كانوا يرون أن الإنسان يتأثر بشكل لا واع بمن حوله، فالجلوس الطويل مع السلبيين يجعل روحك أكثر عتمة، والرفقة مع من يشتكون باستمرار تطفئ فيك الحافز على التقدم. على العكس، فإن القرب من أصحاب النفوس العالية يشعل فيك جذوة الطموح، ويجعلك ترى في نفسك إمكانيات كنت تظنها بعيدة. تأمل في دوائرك، هل هم أشخاص يذكرونك بفضائلك أم يجرونك إلى ضعفك؟ هل يلهمونك أن تتحسن أم يجذبونك إلى تكرار العادات القديمة؟ هنا تتجلى أهمية الوعي في الاختيار، فالصحبة ليست مسألة عفوية، بل قرار وجودي يحدد شكل حياتك. ماركوس أوريليوس كان يذكر نفسه بأن النفس تصطبغ بألوان ما حولها، فإذا كان محيطك ملوناً بالشك واليأس، ستجد نفسك تنظر إلى الحياة من خلال هذه العدسات. أما إذا كان ملوناً بالشجاعة والإرادة، فسترى في كل عقبة فرصة، وفي كل تحد مجالاً للنمو. وليس المطلوب أن تبحث عن أصدقاء مثاليين، بل عن أصدقاء صادقين، من يواجهك بالحق إذا أخطأت، ويهنئك بصدق إذا أصبت، من يفرح لفرحك دون غيره، ويحزن لحزنك دون شفقة زائفة. هؤلاء هم الذين يجعلونك إنساناً أفضل، لأنهم يدفعونك إلى الأعلى لا إلى الأسفل. لكن أكثر الناس يقعون في خطأ كبير، يتمسكون بعلاقات تنهكهم خوفاً من الوحدة، أو مجاملة للعرف، أو بدافع الذكريات. وهنا يذكرنا سينيكا بأن البقاء في صحبة سيئة ليس وفاءً، بل خيانة للنفس. فالوحدة المؤقتة خير من الرفقة التي تطفئ نورك وتكبل مسارك. اجعل دائرتك الصغيرة مختارة بوعي، لا تبحث عن العدد بل عن النوع. فشخص واحد صادق يشجعك ويذكرك بما أنت قادر عليه خير من 10 يجرونك إلى الشك والخذلان. فالدوائر ليست للزينة الاجتماعية، بل هي محيطك الذي يغذي روحك أو يسممها. تذكر أنك لن ترتفع وحدك ولن تسقط وحدك، الذين معك إما يرفعونك أو يثقلونك. ولهذا اجعل اختيار دائرتك فعلا من أفعال الحكمة، أن تحيط نفسك بمن يذكرك بالخير ويعينك على الثبات، ويجعلك أكثر قربا من ذاتك الفاضلة. فبهذا وحده يتحقق قول سينيكا: خالط من يجعلك إنسانا أفضل. تذكر، أنت تتحكم في استجابتك. العالم سيظل مليئا بالتحديات، لن يخلو يوم من كلمة تحبطك أو نظرة تشكك فيك أو موقف يثير غضبك. ستجد الحسد في أقرب الناس، والشك في كلمات تبدو عابرة، والسلبية في أماكن لم تتوقعها. لكن الرواقيين يذكروننا بحقيقة ثابتة:
لست مسؤولاً عما يحدث خارجك، بل عن الطريقة التي تختار بها أن ترد داخلك. هذه هي حريتك الحقيقية، الحرية التي لا يستطيع أحد أن يسلبها منك. ماركوس أوريليوس كان يردد لنفسه: لديك سلطة على عقلك لا على الأحداث الخارجية. أدرك هذا وستجد القوة. هذه الجملة تختصر فلسفة كاملة. العالم لا يمكنك أن تغيره دائما، لكنك تستطيع أن تغير نفسك في مواجهته. الحدث نفسه قد يحطم إنسانا ويقوي آخرا، والفرق ليس في الحدث بل في الاستجابة. فكر في موقف يهينك فيه أحدهم بكلمة جارحة. الاستجابة الأولى التي تميل إليها قد تكون الغضب أو الدفاع عن النفس، لكن إن توقفت لحظة وتذكرت أن الكلمة لا تملك قوة إلا إذا منحتها أنت تلك القوة، ستجد أنك أحرزت انتصاراً داخلياً. الانتصار ليس أن تسكت الآخر، بل أن تمنع الآخر من أن يسيطر على مشاعرك. الرواقيون لم ينكروا أن الألم واقع وأن الكلمات تؤذي، لكنهم علمونا أن الألم لا يصبح عذاباً إلا حين نستسلم له. الغيرة لا تجرحك إلا إذا سمحت لها أن تقنعك بأنك أقل، والسلبية لا تثقلك إلا إذا صدقتها واحتضنتها. أما إذا اخترت أن ترى هذه المؤثرات على حقيقتها أصواتاً خارجية لا تملك أن تغير حقيقتك، فستبقى أنت السيد على نفسك. القوة الحقيقية إذن هي أن تدرك أن المشاعر ليست أوامر، بل ردود فعل يمكنك أن تهذبها. الغضب قد يطرق بابك، لكنك لست مضطراً أن تفتح له. الخوف قد يتسرب إلى داخلك، لكنك تستطيع أن تعيد صياغته في صورة حذر بناء بدلاً من شلل خانق. هنا يظهر الفرق بين من يقوده الخارج ومن يقوده الداخل. والمثير أن هذه الحرية الداخلية ليست شيئاً عظيماً يتحقق مرة واحدة، بل هي ممارسة يومية. كل موقف سلبي هو اختبار صغير، وكل كلمة مشككة هي فرصة جديدة لتدرب نفسك على السيطرة. فكما أن الجسد يزداد قوة بالتمارين، كذلك العقل يزداد رسوخاً كلما اختار الاستجابة الحكيمة بدلاً من الاستجابة التلقائية. سينيكا كان يقول: لسنا أحراراً لأننا نملك كل شيء، بل لأننا نملك أنفسنا. وأنت حين تتذكر أنك تملك قرارك دائماً لن تكون رهينة لأحد. قد يتغير العالم من حولك، قد يخذلك الناس، قد تتقلب الظروف، لكن يبقى شيء واحد ثابت: اختيارك. فلتكن استجابتك دائماً انعكاساً لحكمتك لا لضعف غيرك. اجعل سلوكك مرآة لما تؤمن به، لا لما يحاول الآخرون فرضه عليك. لأن الحرية ليست أن تتحكم في العالم، بل أن تتحكم في نفسك حين لا تستطيع التحكم في شيء آخر. حين تدرك هذه الحقيقة، لن يربكك الحسد، ولن يقيدك الشك، ولن تهزم أمام السلبية، لأنك ببساطة ستعرف أن قوتك لم تكن يوماً في يد غيرك، بل في قرارك أنت. كيف تختار أن تستجيب؟ الخاتمة إذن: كيف نرصد الشياطين الكامنة في وجوه الأصدقاء والعائلة؟ الجواب لا يكمن في كلمة عابرة أو موقف منفرد، بل في الانتباه العميق للأنماط التي تتكرر، للرسائل الخفية التي تتسرب إلى أفكارنا ومشاعرنا وطاقة أرواحنا. فالرواقي لا ينخدع بالظاهر، بل يقرأ ما وراءه. إنه يتعلم أن يميز بين الدعم الحقيقي والقناع المزيف، بين النصيحة المخلصة والكلمة التي تزرع لتقليل عزيمته. ولكي تبقى يقظاً، تذكر هذه الممارسات العشر التي رسمها لنا الحكماء. الأولى: درب نفسك على الوعي الدائم. المرة الثانية: لا تلتفت إلى اللحظات بل إلى الأنماط التي تتكرر. ثالثاً: احمي طاقتك من الاستنزاف. رابعاً: اكشف الغيرة حين تتخفى في صورة دعم. خامساً: لا تغرق في عواصف الآخرين. السادس: تعرف على التلاعب الذي يزرع بالشك. السابع: أصغ إلى حكمة جسدك قبل أن يخدعك العقل. 8: ابن حصنك الداخلي بالانضباط والتأمل. التاسع: اختر دائرتك بوعي لا بعادة. تذكر أنك تملك دائما سلطة الاستجابة. كل درس من هذه الدروس يزيد بصيرتك صفاء، ويمنح قلبك رسوخا، ويعيد إليك السلام الذي لا يقدر بثمن. ومع الممارسة تتحول هذه المبادئ إلى درع داخلي يحميك من سموم العلاقات المريضة، ويجعل حضورك ثابتا لا تهزه الرياح. ماركوس أوريليوس يذكرنا: لديك سلطة على عقلك لا على الأحداث الخارجية. وإذا أدركت هذا وجدت القوة. فالمعركة الحقيقية ليست مع العالم الخارجي، بل مع طريقة إدراكنا له، مع اختيارنا اليومي أن نكون أحراراً من ردود الفعل العشوائية، وأن نعيش منسجمين مع فضائلنا. قد تبقى الشياطين موجودة حولنا، متنكرة في قناع القربة أو المحبة، لكنك حين تمشي بهذا الوعي لن تنطلي عليك حيلها، لأنك لن تسمح لها أن تسكن داخلك.
أنت من يملك زمام الباب الذي يفتح أو يغلق، وأنا أتركك مع هذا السؤال: أي من هذه الممارسات ستبدأ في تطبيقه اليوم لتحمي نفسك وتقوي صفاءك؟ شاركنا في التعليقات رحلتك، ودع هذه القناة تكون رفيقاً لك في التذكير بالحكمة الرواقية في كل خطوة. فالحياة قد تمتلئ بأصوات التثبيط والغيرة والشك، لكنك حين تسلح نفسك بالوعي والانضباط والحكمة ستظل دائماً أسمى منها، لأن الشياطين مهما تنكرت لن تملك قوة على إنسان يعرف ذاته ويحمي عقله ويختار أن يكون سيد استجاباته.